هل انا هعمل وصفة الايس كريم الخطيرة دي وما اطلعش اقول لكم على الطريقة؟ مستحيل. يلا بينا نعملها مع بعض ونشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة ايس كريم المانجا بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والمقادير بتاعته يعني هنضيف شوية برضو، هي مكلفة شوية بس علشان احنا عاملينه في البيت فلازما يكون غني ومغذي لأطفالنا، مش هيبقى زي بتاع بره. الفرق بينه وبين بتاع بره ان احنا عايزين نعمل حاجة فيها فايدة للأطفال، يكون مغذي ومفيد. انا هنا كده معايا نص لتر من اللبن او الحليب، ومعاهم نقطتين كده من الفانيليا او كيس فانيليا، و3 معالق كبار من الكريم شانتيه، ومعلقتين كبار من اللبن البودر، و3 معالق كبار من السكر. السكر هنا في المقادير اللي انا عاملاها دي مظبوط يا دوب على الشعره، يعني مش مسكر قوي اللي هو النفس تجزع منه، ومش السكر بتاعه برضو قليل، لا هو مظبوط على الشعره. لو عايزينه مسكر او بتحبوا الحاجه مسكره هنضيف معلقه كبيره كمان من السكر. المعالق اللي انا مستخدماها المعياريه معالق كبيره. بس بعد كده اللبن بتاعنا المفروض يكون ساقع جدا، او لو في تلج كمان يكون كويس. ومعايا حبايتين كبار من المانجا، يعني كده بمقدار قولي نص كيلو، ومقطعاهم وحطاهم في الفريزر مجمدين شويه علشان يربط معايا الايس كريم بتاعي على طول. هبتدي انا كده بعد ما ضربت المكونات او الخليط الاول كده في الكبه بتاعتي او الخلاط، مفيش اي مشاكل. هبتدي انزل بقطع المانجا، هضربه كده في الكبه مجمده بس مش قوي. لو عايزه فيه قطع على حسب بقى، قطع كبيره او قطع صغيره ما تزوديش الضرب عليه، يعني ضربتين واستكفي بكده.